السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الأبطال؟ معاكم في قناتكم يلا مانجوا، المكان اللي بناخدكم فيه في رحلات من قلب أقوى وأجمد المانهوا والمانجا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تحذير: المحتوى اللي هتسمعه وهتشوفه دلوقتي ترفيهي وخيالي تماما ومفيش ليه أي علاقة بالواقع. كل اللي بيتقال فيه بيعبر عن خيال المؤلف ومعتقداته هو، مش معتقداتنا ولا ديننا. افتكر دايما ما تسيبش أي حاجة تلهيك عن ذكر ربنا أو تأخير صلاتك. اتفرج واستمتع بس بعد ما تخلص فروضك. صل على النبي ويلا نبدأ. قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة عاوز أشكر الأساطير اللي بيدعمونا بتعليقاتهم، وعايزهم يبقوا عارفين إن شاء الله هفضل فاكرهم مهما مر من الوقت ومهما زاد عدد المشتركين، وهيفضلوا دايما ليهم مكانة خاصة عندي. كونهم أول اللي دعموني، شكرا ليكم بجد من كل قلبي يا أساطير. بتبدأ القصة في وسط المدينة الزحمة، وفي أتوبيس زحمة الناس فيه مش طايقة نفسها وعمالة تخبط في بعضها. وبعد ما بيقف الأتوبيس بينزل منه بطلنا سيونج، واللي بيبقى ولا كأنه خارج من مفرمة، وبيقف ينهج وهو عمال يسب ويلعن في الساعة اللي ركب فيها الأتوبيس عشان يوصل للكلية، وكأنه كان في رحلة للجحيم. وبيقول لنفسه يا ربي، طب أنا هعمل إيه؟ ده أنا لسه في أول سنة. طيب أنقل من البيت اللي أنا فيه ولا أسيب الكلية خالص؟ فبينادي عليه واحد من ورقه يقول له: يا أخويا الكبير سيونج، هو مش عيب برضه إن رقيب احتياط في فرقة القوات الخاصة يقول كلام زي ده؟ ويكمل وهو بيتريق عليه: شكل كده ان القوات الخاصه بتاعتك دي اي كلام. اصل انا يا اخويا سيونج مش مصدق بصراحه انك كنت بتعمل تمارين القوات الخاصه ومش قادر تستحمل ساعتين في المواصلات عشان توصل للكليه. فبيضحك سيونج ويقول له: هان، ما تقولش الكلام ده غير لما تجرب الاول. الا قول لي هتفضل تاجل الخدمه بتاعتك في الجيش لحد امتى؟ اصل انا كده كده مش شايف لك غير مستقبل اسود في اسود، فخش الجيش بقى وخلاص. فيرد هان وهو بيحاول يعمل نفسه وبيتكلم بجد وكده: اخويا سيونج، خليني اقول لك على حاجه، الوحده هي اللي بتجيب النصر. فيبص سيونج ليه باستهزاء ويقول له: كلام فاضي، عمال تغني للوحده والنصر وانت حتى ما بتتفرجش على الاخبار؟ وبعدين انت هتمثل عليا انا؟ ده انا عارف انك عيل كسلان وعمال تاجل في الخدمه بتاعتك عشان ميونج صاحبتك. فيرد هان وهو ماشي وراه موطي راسه بيقول له: طيب انت بتجيب السيره دي دلوقتي ليه؟ فيرد سيونج: هان، هو مش اخوك الكبير قالك من 3 سنين ما تصاحبش بنت من نفس المدرسه عشان ما يبقاش شكلك وحش كده؟ وبيكمل وماشي وهان ما بيردش عليه. فبيستغرب سيونج ويفكر هو ما بيردش عليه ليه، وبعدها يساله وهو بيبص له بطرف عينه: بقول لك ما تقوليش انك بتعيط. وهو بيقول لنفسه: هو انا زودتها معاه شويتين ولا ايه؟ فيرد هان وهو بيشاور على السما: لا يا اخويا، بص كده على اللي ظاهر في السما ده. فيبص سيونج على السما وهو بيقول له: ايه اللي موجود في السما؟ هو انت شايف وش ميونج فيها ولا ايه؟ وبنشوف ان السما ظاهر فيها بلون باهت دايره تحميله وسطها 99%، وبتفزع هون وبيخبط على كتف سيونج ويقول له: هو انت شفت اللي انا شفته؟ فيدقق سيونج اكتر ما يلاقيش حاجه فبيستهزئ بيه. فيرد هان: يا اخويا اقسم لك ان كان في حاجه زي شاشه دلوقتي مكتوب فيها جاري تحميل الوحوش، وكانت 99%، واول ما وصلت 100% اختفت. فيرد عليه بتريقه: انت شكل قعدتك لوحدك الايام دي تعبت لك دماغك. فبيشاور على مكان ظهورها ويكمل: كانت بالظبط فوق مبنى المكتبه. فيبص سيونج وبعدين يقلب وشه عليه ويمسكه من رقبته وهو بيضربه في الدم ويقول له: ولا وحوش ايه اللي بتتكلم عليها؟ او الالعاب اللي انت بتقعد تلعبها طول الليل كلها كلت دماغك لدرجه انك فكرت انها ممكن تبقى موجوده في الواقع ولا ايه؟ فيرد هان: اقسم لك اني ما بكدب عليك. فيسيبه سيونج ويمشي وهو بيقول له: اكيد انت بيتهيالك من كتر الشرب الايام دي. فيرد عليه: انت شايف كده يعني؟ ويقعد يدرب وشه عشان يفوق وبيجري على سيونج ويكلمن: اخويا بقول لك ايه، ما تعزمني على كوبايه قهوه، اصل الواحد بيصدع وحاسس اني عايز اشخن الطاسه شويتين. فيرد: لا يا عم، انا ماشي عشان الحق محاضره الدكتور كيم ده ما بيتاخرش ثانيه على ميعاده. فيهان يقول له: بس انت شكلك باين عليه اليوم خالص، انا فعلا مش قادر اصدق ان هي دي قوه الناس اللي كانوا في القوات الخاصه. فيبص سيونج ناحيته ويقول له وهو عامل متعصب منه: انت بتقول ايه ياض انت؟ فيقعد هان يتنطط وهو بيرجع لورا يبعد عنه ويقول له: طيب خلاص، لو كده قبلك واد الغدا. طيب انا ممكن اخلص بدري النهارده، بس على العموم يعني خليك فاكر اني قلت لك ان انا فعلا شفت حاجه في السماء. فيرد سيونج: يلا يا ده امشي وبطل الهبل اللي بتقوله ده، انا همشي اما تخلص يبقى ابعت لي. وبيتحرك عشان يروح يحضر المحاضره اللي عنده في مدرج رقم 404، والدكتور بيبقى واقف يشرح لهم، وهو بيبقى حاسس ان دماغه هتقع وعايز ينام، وبيقول لنفسه: انا عايز انام قوي، اعمل ايه؟ اروح اشرب كوبايه قهوه وارجع تاني، انا بجد عايز انام. وبتبدا عينه تقفل، لكن فجاه بتظهر شاشه قدامه، فبيتفزع من نومه ويبص لها باستغراب، وبيكون اللي ظاهر قدامه شاشه لنظام مكتوب فيها: ايه هي افضل فئه تختارها عشان تقدر تنجو في نهايه العالم؟ لو سمحت حدد اختيارك دلوقتي. فيقعد يدعك في عينه وهو مش مصدق، يمكن يكون بيحلم ولا حاجه ولسه ما فاقش. لكن فجاه كل الاجهزه الكهربائيه بتتعطل والنور بيقطع والضلمه تملى المكان. فالطلاب بيحسوا بالتوتر والخوف، وفيهم اللي بيقول: هي مالها غمقت كده ليه؟ وغيره بيقول: هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش شايف حاجه. وسيونج بيقول لنفسه: ازاي بس تكون الدنيا ضلمه خالص كده واحنا لسه في نص النهار؟ وبنشوف واحد بقى مفزوع ومستغرب ان موبايله مش شغال وبيتسال عن اللي بيحصل، وبنت تانية اول ما شاشه النظام تظهر قدامها هي كمان بتتفزع وتقول: ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ هو انا الواحد اللي شايفه البتاعه دي بنا ايه؟ بس بتبدا تظهر شاشه النظام بنفس الكلام اللي كان مكتوب فيها لكل اللي موجودين،
وبيردوا عليه ان هم كلهم شايفينها برضه، وبيقعدوا يتسالوا عن الشاشه وبيبقوا مستغربين ومش عارفين هي ايه بالظبط. وبيفضل سيونج واقف قدام الشاشه يبص عليها ويقول يعني مش انا لوحدي اللي شايف الشاشه الغريبه دي. وبتظهر شاشه تانية بعدات ثواني مدته 15 ثانيه، وبعدها بيظهر النور شديد لدرجه انه ميبقاش قادر يفتح عينيه. وبيظهر من النور ده مجموعه بطاقات عليها صور لسحرة وفرسان وفئات مختلفه من المحاربين والداعمين، وبيكون على كل بطاقه عدد مختلف عن التانية من النجوم. وبيتفزع واحد من الطلاب وبيسال زمايله اذا كانوا شايفين البطاقات دي برضه، وبيزعق واحد تاني ويقول لهم محدش يلمس حاجه منهم. وبنت تانية بتقول ايوه هو معاه حق، محدش يلمسهم، اكيد الوضع ده خطر علينا. وسيونج بيبقى قاعد يفكر وهو باصص للكروت ويقول طيب هو ايه اللي هيحصل لو ما لمستاش الكروت دي؟ مش جايز الوضع يبقى اخطر؟ محدش عارف ايه اللي هيحصل لو لمستها او ما لمستهاش بعد ما تخلص ال 15 ثانيه. وعداد الثواني إن يوصل ل 10 ثواني وهو لسه واقف يفكر وبيسال نفسه اذا كانت الشاشه دي بتقول لي اني لازم اختار كارت، بس بجد انا مش عارف ايه الكروت دي بالظبط، وبعدين هي عامله شبه ورق الكوتشينه كده ليه؟ انا مش فاهم اي حاجه. لا وكمان مطلوب مني اخد قرار في الوقت الصغير جدا ده. وبيفضل عداد الثواني يقل ويوصل ل 8 و7، وسيونج توتره بيزيد ومش عارف يختار ايه. وبعدين واحد من اللي واقفين بيلمس كارت، واللي فجأة بيخرج منه نور وبعدين يبدأ يتحول لسيف، واللي بيكون لمس الكارت بيبقى واقف ماسك السيف ومستغرب منه. وسيونج بيبقى بيبص عليه وبيفكر مع نفسه في ان كارت المحارب اللي صاحبه اختاره اختفى ومبقاش موجود وسط الكروت التانية. وبيكمل تفكيره وهو بيقول لنفسه طيب يعني دلوقتي لو هفكر ان دي نهاية العالم والمفروض ان انا اختار كارت يساعدني في النجاة فيها، يبقى لازم اختار حاجة كويسة. وبيبقى خلاص فاضل 5 ثواني، وبعدين بيركز اكتر مع عدد النجوم على البطاقات ويقول لنفسه هي مختلفة من كارت للتاني. وبعدين بيسحب كارت وهو بيقول على اي حال انا معرفش ايه اللي هيحصل، لكن انا هختار ورقة تكون عليها اكتر عدد نجوم. وبعد ما بيختار الكارت بتطلع له شاشة النظام مكتوب فيها ان اختار الفئة بتاعته، وبيظهر عليه حواليها هالة كبيرة الهيكل العظمي وبتبقى خارجة من الكارت اللي اختاره. وبتظهر شاشة النظام مرة تانية بفئة مستحضر ارواح ب5 نجوم، وبتسأل مع نفسه عن كلمة مستحضر الارواح اللي ظهرت ليه وهو بيبص على الكارت في ايده. وبعدها بيظهر النظام برسالة ان الجولة الاولى من اختيار الفئة انتهت، وتحتيها ملاحظة ان الناس اللي فشلت في الاختيار هيبقى ليهم فرصة تانية في المستقبل. وبعدين بترجع كل حاجة زي ما كانت قبل ما يظهر النظام، لكن الاكيد يا اصحاب ان العالم ما عادش زي ما كان قبل ما تظهر شاشة النظام، والكل بيبقى لسه مصدوم ومش مصدق اللي حصل. والشخص اللي اختار كارت المحارب بيبقى ماسك السيف ورفعه وعمال يبص له، وواحد واقف جنبه بيقول له هو بيشاور على السيف هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو في حاجة حصلت بس انا مش فاهم ولا عارف ايه هي ولا السيف ده ظاهر منين. وبنت واقفة وراه بتتسأل عن ان السيف اللي شكله مخيف ده حقيقي ولا لا. فاللي معاه السيف بيقول لهم انا كل اللي عملته اني اخترت كارت المحارب، وبمجرد ما عملت كده ظهر السيف في ايدي. فيقف سيونج بيفكر في كلامه وبعدها يقول لنفسه ايه معنى كده ان انا بقيت فعلا مستحضر ارواح؟ بس استنى، هو انا ليه ما ظهرش قدامي حاجه انا كمان؟ هو ما بيلحقش يكمل تفكير لان بيحصل انفجار وراه، واما بيبص بيلاقي واحد معاهم بيصرخ وبينادي على حد يساعده وينقذه من اللي بيحصل فيه، وفي حد مغطي راسه ومتعلق فيه وبيضربه بخنجر في ظهره مش سايبه وعمال يطعنه فيه لحد ما بيقع منه على الارض وهو عمال يستغيث باللي حواليه ويطلب منهم مساعدتهم. لكن كلهم من الصدمه واللي شايفينه قدامهم بيبقوا واقفين مكانهم زي الحجاره مش قادرين يتحركوا. وبيقوم بعدها الوحش يبص لهم بغضب ويرفع السكينه ويقربها من لسانه ويلحس الدم اللي عليها. واول ما الطلاب بيشوفوا كده بيطلعوا يجروا ويقعدوا يزوروا في بعض عشان يهربهم، لكن سيونج بيبقى واقف مكانه بيبص للوحش وجثه زميله مش عارف يعمل ايه، وبيبص لنفسه ان حظه ان الوحش ظاهر له في اخر الفصل ومفيش مكان يهرب منه، وانه مش عارف يتحرك عشان الوحش مركزش معاه لوحده. والوحش بيقعد يصرخ عليهم، وبنت بتنادي على الواد اللي خد كارت المحارب وبتقول له يا اخويا منسو انت معاك سيف ساعدنا. وواحد تاني وراه بيقول له ايوه يا منسو استخدم سيفك واعمل اي حاجه. وهو بيبقى مرعوب اصلا وبيقول لهم ايوه يعني اعمل ايه؟ فبيردوا عليه ما هو مفيش غيرك اللي معاه السيف. فيبص له سيونج وينادي عليه ويقول له منسو انت مش عارفني؟ فيزعق منسو بخوف انت عاوز ايه ماني بالظبط؟ فلما يبص له سيونج ويشوف حالته دي بيقول لنفسه كده احنا اتبقلشنا خلاص. والوحش بينطلق ناحيته عشان يهجم عليه، وهو بيقول لنفسه وهو بيجري يا نهاري ده جاي عليا انا لو كنت اعرف كنت جريت من بدري. وقبل ما يشغل وضع الجري بكل الجدعنه بيفكر مع نفسه في ان لا ما ينفعش يجري ويدي ظهره للوحش لان كده الوضع يبقى اخطر. وبعدين بيلف ناحيه الوحش في الوقت المناسب ويرزع الوحش برجله في دماغه ويطيره بعيد عنه. والوحش بيحاول يعيد توازنه من الضربه وبيستخدم الخنجر عشان يعمل كده. وبعدين يقف سيونج يبص للوحش وهو بيزعق مفيش اي حاجه تخليني اخاف من حته وحش صغير زي ده ما يعديش ال 15 كيلو. وبعدين بيسحب كرسي من الكراسي الموجوده وراه اللي كان زمايله عاملين الكراسي كلها ساتر بينهم ومن الوحش ومستخبين وراه. والوحش بيبص له بغضب وبينطلق ناحيته تاني وهو بيكون مستعد بالكرسي في ايده وبينزل بيه على دماغ الوحش يعملوا منه سجاده على الارض. وبيقوم ياخد نفسه بعدها وشاشه النظام بتظهر له وبيبقى مكتوب عليها انه كسب 10 قطع ذهبيه مقابل اصطياده الوحش الجوبلين. وهو بيقعد يبص لشاشه النظام يبقى مش فاهم اي حاجه، وزمايله من مره بيبصوا عليه مرعوبين، وهو بيقف على وشه القلق وبيقول لنفسه انا مش هينفع اشغل تفكيري بالكلام اللي قدامي ده دلوقتي، بس ايه جوبلين وايه 10 قطع ذهبيه دي؟ هو العالم اتحول لحاجه زي لعبه خيال علمي ولا ايه؟ لا واضح يا اخويا انك مش هتشغل تفكيري بالكلام اللي في شاشه النظام ده. المهم بيظهر له بعدها شاشه تانية مكتوب فيها انه يقدر يفعل قوته اللي بتخليه يقدر يعمل قبيله من الوحوش اللي بيقتلها ويستدعيها اي وقت ما يحب.
وبتظهر له شاشة تانية بيبقى مكتوب فيها عدد أفراد القبيلة 1 من 3 متاحين، والفرد اللي موجود هو هيكل جوبلين العظمي بالمستوى الأول، سلاحه الخنجر، فصيلته الجوبلين، نوعه من الموتى الأحياء. فبيستغرب سيونج وبيتسأل مع نفسه عن كلمة مستحضر أرواح اللي ظهرت ليه وهو بيبص على الكارت في إيده. بعدين زمايله بيتفزعوا ينادي عليه عشان يبصوا وراه، وبيكون بتخرج طاقة من الوحش اللي قتله وبتبدأ تتشكل قدامهم وهم واقفين لحد ما تتحول لهيكل عظمي، واللي بيبقى راكع على ركبته في إشارة منه إنه تحت أمر سيونج. واللي بيبدأ يستوعب المنظر اللي قدامه ويقول لنفسه صحيح أنا الفئة بتاعتي معناها إن أقدر أتحكم في الموتى الأحياء وأخليهم تابعين ليا، فئة مستحضر الأرواح. بيدخل بعدها وحشين من الجوبلين عليهم، والطلاب بيتفزعوا من الخوف، وزيونج بيبقى واقف والهيكل العظمي لسه راكع على ركبته قدامه، وبيظهر ليه شاشة النظام واللي بيبقى مكتوب فيها إن التابع بتاعك جاهز عشان ينفذ أوامرك. فبيأمره بالتخاطر إنه يهجم عليهم ويقتلهم هما الاتنين. فبيقف الهيكل العظمي يبص للوحشين وبعدين ينطلق عليهم بالخنجر بتاعه، وهاتك يا ضرب يمين وشمال وشمال ويمين، هم يضربوا فيه وهو يضرب فيهم. وزيونج بيبص عليهم وباين ان الغلبة للوحوش التانية، ما هو اصل برضه الكترة تغلب الشجاعة، ويقول لنفسه انا لو فضلت واقف اتفرج كده هبقى مضطر اقتلهم من بنفسي بعد شوية. هم اجسامهم صغيرة زي الاطفال وقتالهم مش حاجة صعبة، لكن المشكلة اللي بتواجهني هي ان مش معايا سلاح. وبعدها يبص لمنسو ويقول له هات السيف اللي معاك ده بسرعة. فمنسو بيبقى مرعوب وحاضن السيف ويقول له ايه عاوزه ليه؟ فيرد عليه يا عم انجز، هكون عاوزه لايه؟ اكيد عاوزه عشان اقتل الوحوش دي. فيرد عليه منسو بس السيف ده بتاعي انا وانا اللي حصلت عليه بنفسي. فبيشاور له سيونج على الوحوش ويقول له تمام ورينا جمال خطوتك وتعالى اقتلهم انت بقى يا اخويا. فبيترعب سيونج اكتر وهو بيبص على وحوش الجوبلين، وسيونج يقول له اقول لك انسى انا مش عاوز حاجه من وشك، ابقى راح اقطع بيه بطاطس بقى يا حيلتها. وبيمسك كرسي ويجري يهجم بيه على الوحوش وبيرميه عليهم عشان يساعد الهيكل العظمي بتاعه انه يقتلهم ويصلص عليهم. وفعلا بعدها بيقدر الهيكل يقضي عليهم، وبيجيله اشعارات من النظام عن كل وحش قتله انه خد مقابل كل وحش 10 قطع ذهبيه. وبيقوم ياخد نفسه، بعدها يبص على الهيكل بتاعه اللي بيبقى خسر دراعه الشمال في المعركه ولكن واقف زي الاسد ولا كأن حاجه حصلت. وبيفضلوا واقفين يبصوا لبعض من غير اي كلام. وبعدها يقول للهيكل بقول لك ايه يا عمنا بلاش البصات دي الله يرضى عنك، عشان بحس اننا مش مستريح منها، فيا ريت يعني تبص بعيد. فبيحس الهيكل بالاحباط وهو بيشوفه ويقول لنفسه ان شاء الله ما يكونش زعل وجاله احباط من كلامي ولا يكون زعل. وبيتفزع لما يلاقي النظام بيقطع تفكيره بإشهار انه يقدر دلوقتي يضم اللي ماتوا لقبيله الموتى الاحياء بتاعته، واشعار تاني بيقول له انه علشان يقدر يعرف معلومات كل هيكل منهم يدوس عليه لوحده، وانه كمان وصل للحد الاقصى لعدد الارواح اللي يقدر يضمهم للقبيله بتاعته. بعدها بيسالوا الدكتور عن اللي بيحصل، فبيرد عليه انا مش عارف حاجه، لكن وما بيلحقش يكمل كلامه الا وبيسمعوا صوت حد يصرخ ويطلب المساعده، واللي بتكون بنت بتجري تقف قدام الدكتور وتقول له الحقوني انا مش عارفه اتصل بالشرطه. فالدكتور يحاول يهديها، وسيونج واقف بيفكر ويقول لنفسه واضح ان الوحوش منتشره في الحرم الجامعي كله. وبيبص ناحيه الشباك ويكمل لا الحرم الجامعي ايه دي منتشره في البلد كلها. وبيقرب فعلا من الشباك ويفتح الستاره يلاقي الدنيا خربانه في كل حته حواليهم والنار مولعه في كل حته في المدينه. فبيجري بقيه الطلاب والدكتور كمان عشان على الشباك عشان يشوفوا اللي بيحصل، واللي اول ما بيشوفوه بيبقوا مصدومين ومش مصدقين اللي عينهم شايفاه، وصدمه سيونج بتزيد وهو باصص على اللي بيحصل ويقول في نفسه لا ده اللي بيحصل ده شكله بيحصل في العالم كله. بيدخل عليهم واحد بعدها وهو بيزعق ويقول لهم ما ينفعش تفضلوا موجودين هنا لازم نسيب الجامعه. وبنلاقي شاب من بتوع حلوه شوفني ماسك في ايده مفتاح عربيه وعمال يتمنظر بير ويقول لبنت كانت ماشيه وراه يلا بينا على الجراج عربيتي واقفه هناك. وبيبص قدامه يلاقي عيون الوحوش منوره في الضلمه وبتبص ناحيتهم، فطبعا بيقلب بطه بلدي والوحوش بتسيب اللي في ايدها وتجري عليهم، وهم بيطلعوا يجروا هم كمان، والجوبلين بيبقى خلاص نط في الهواء وبيقرب من البنت اللي بتجري وخلاص هيهجم عليها، لكن في اللحظه الاخيره بتتدخل الهياكل بتاعه بطلنا وتهجم عليهم، وبتدور معركه بينهم ومن وحوش الجوبلين الثانيه. وزيونج بيبص لزمايله ويقول لهم اهربوا من هنا بسرعه وانا هعطلهم، ويشاور على الهياكل بتاعته ويكمل او هم هيعطلوهم عشان حته انا هعطلهم دي مش متاكد منها قوي. فبيجري كل زمايله عشان يهربوا من المكان، وكل مجموعه فيهم بتهرب من اتجاه مختلف عن التاني، فبينادي عليهم ويحذرهم عشان يكونوا كلهم مع بعض، لكن محدش بيسمع له. فبيقف يبص ناحيه الاتجاهات اللي هربوا منهم ويقول انا اللي عليا بعمله، اما الباقي فراجع ليهم هم يعملوا اللي هم عاوزينه. ويكمل تفكيره وبيكون بيفكر في الكارثه اللي حلت على دماغهم دي، والوضع اللي هم فيه اللي اشبه بالعاب الخيال العلمي، واللي مفيش حاجه واضحه فيها ولا قواعد حتى عشان يمشوا عليها، لكن هتبقى ليها زي اي لعبه تمشي على قواعدها هتقدر تنجح فيها. يعني فجأة بيتم منح الشخص فرصة لاختيار فئته ومهاراته بتتحدد على أساسها، وبعدها ظهور الوحش اللي بتمثل دورها كفريسة. هو ده ممكن يكون تفسير غبي مني، لكن أعتقد إن هي دي القواعد، وبيتهيالي كده إن معدلات نجاتي هتزيد أكتر كل ما قاومت أكتر. وبيبص على الهياكل بتاعته وهي بتقاتل وحوش الجوبلين ويكمل لحد دلوقتي أنا عندي اللي يحارب مكاني،
لكن ما بيكملش الكلمة ويلاقي الوحوش نازل دعك في الهياكل بتاعته، وواحد بياخد واحدة تطير دماغه وتوصلها لحد رجليه، وبيجيله إشعار من النظام إن واحد من الهياكل التابع ليك تم القضاء عليه. فبيتفزع ويقعد يدعي ربنا إن الهيكلين اللي متبقيين يقدروا يهزموا الوحشين اللي قدامهم واللي بيكون باين عليهم من الإرهاق من المهرقة. وبتبدأ الجولة التانية ما بين الوحوش والهياكل، واللي بتنتهي بسرعة بمجرد هجوم واحد لأن ربنا استجاب لدعواته، وبينجح الهياكل إنهم يقودوا عليهم من هجوم واحد، وبيجيله إشعار عن كل وحش قتلوا إنه خد قدام كل وحش 10 قطع ذهبية، وبيبص الهياكل ويقول لهم عملتوا مجهود جامد يا رجالة، وبيجيله إشعار تاني إن مستواه ارتفع للمستوى التاني. عندك يا صديقي، لازم دلوقتي نفتكر إخواتنا واللي بيحصل فيهم ونحاول نشاركهم ولو باللسان، وهو أضعف الإيمان، وندعي ليهم ونساعد باللي نقدر عليه. بس كده، صل على النبي ويلا نكمل. بس قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب تعليقك الجميل برأيك في القصة. فبيستغرب ويبتسم وهو بيبص على الإشعار ويقول لا ما تقولش، هو أنا لو قلت نفذت حالة تظهر؟ فبتظهر فعلا نفذت الحالة بتاعته واللي بيكون فيها صورته ومكتوب فيها الاسم يو سيونج وو، المستوى الثاني، نقاط الصحة 42 من 50، نقاط المنى 13 من 30، الفئة مستحضر أرواح، القوة 5، السرعة 5، التحمل 5، نقاط الخبرة 12 من 200، والقطع الذهبية 50. وبيكون موجود فيها اختيارات تانية متاحة للاستخدام زي العناصر والمعدات ومعلومات المهارة. وبيقول لنفسه وهو بينقط على خالة العناصر شكل كده ان نفذت الحالة شغالة فعلا، ودي الاحصائيات بتاعتي، بس هو مش مفروض في الالعاب بيبقى فيه نقاط تخص في كل ما مستواك بيرتفع. وبعد ما بيضغط على خانة العناصر فبتظهر ليه شاشة تانية مكتوب عليها رجاء اختار كارت ترقية المستوى، وبيكون قدامه 5 بطاقات، واحدة مكتوب عليها عنصر عشوائي، وغيرها مكتوب عليها مهارة عشوائية، وغيره نقاط خصائص عشوائية، وغيره كارت عشوائي اللي هو على الله ان شاء الله، والكارت الاخير زيادة القوة. فبيبان على وشه التوهان من الكتر كلمة عشوائي اللي موجود، او بعدين يبص للبطاقات بتركيز ويقول خطوة زي دي تعتبر مهمة في عالم الالعاب وبيتحدد على اساسها حاجات كتير، لكن بما اني معرفش حاجة كتير عن الوضع اللي انا فيه ده فاحسن حاجة ان نعتمد على حظي. وبيختار كارت مهارة عشوائية، وبعدها بيجي له اشعار من النظام ان عدد الافراد القبيله بتاعته زادت 1، وبيبص وراه يلاقي العدد الهياكل بعد ما كانوا 2 بقوا 4. وهنا انا بصراحه يا اخواتي تهت، لان انا ما اعرفش ده غلط ترجمه ولا ايه بالظبط، لان المفروض ان هو عدد الوحدات زاد بمقدار 1، وهو في واحد مات من ال3 بتوقف، يعني اتفضل ليه 2، فالمفروض يزيدوا، او ممكن يكون الكاتب كريم شويتين وزود كل واحد بمقدار 1 زيه. فخلينا نكمل لحد ما الدنيا توضح اكتر قدام. المهم بيجي لي اشعار تاني بقى، ده المستوى النقاط المنى عنده نقص وبقى 3 من 30، فبيستغرب من حوار ان المنى بتاعته 30 نقطة بس، ويبص للهاكل اللي بيكونوا هم كمان باصين ويقول لهم هو انتوا بتاخدوا كل المنى دي؟ ان شاء الله يعني يكون بيتهيالي وتطلعوا الجدعان كده وتهدوا الدنيا في استخدام المنى، وبعدين انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ بص اقعد انت وهو، هتحسوا بالاحباط مش هتحسوا بالاحباط، ديروا وشاشكم من الناحيه الثانيه وما تبصوش كده، ده لو ما ضايقكمش يعني. وبعدين يبدا يتحرك في المكان والهياكل محوطينه بيه عشان يكونوا درع حمايه ليه، فبيتنهد ويقعد يفكر انه محتاج يركز عشان يقدر ينجو من اللي هو فيه ده، ولازم ما يفقدش تركيزه عشان ما يعملش حاجه يرجع يعيط بعدها. ويكمل انا مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن بيتهيألي ان الدنيا ماشيه معايا كويس، ده عدي دلوقتي. وبعدين يجز على اسنانه ونقول انا لازم اعيش، ده كل اللي لازم افكر فيه دلوقتي، ولازم اتماسك واخرج من هنا. ويتوجه ناحيه الشباك عشان يشوف الاوضاع بره المبنى عامله ايه، فيلاقي الدنيا بره متداكه، الوحوش نازله ضرب وتقطيع في اي حد اتقابله من البشر، وبيتضايق من اللي هو شايفه، ويقول لنفسه اخرج ايه، ده الدنيا امان جوه عن بره باللي انا شايفه قدامي ده، لازم اهدى وافكر انا هعمل ايه واخرج من هنا ازاي، لان انا مش هقدر اقعد هنا على طول. وبعدها بيخلي 3 هياكل يمشوا قدامه وواحد وراه ويقول لهم يلا بينا يا رجاله، انا هعتمد عليكم في الخروج من هنا. بنشوف بعدها الهياكل بتاعت بطلنا وهي بتنزل على السلالم، وبيكون في واحد طايع يجري على السلالم وفي ايده خنجر، واللي بيكون هان صاحب بطلنا، واللي فجأة يلاقي نفسه وش لوش مع واحد من الهياكل فيتفزع ويقعد يصرخ، وبعدها بيهجم على الهيكل بخنجره، فبيشوفه سيونج وينادي عليه، وكمان هان بينتبه ليه ويبص له وينادي عليه ويقول له هو ايه الهياكل دي يا اخويا، وانت ماشي ازاي وسطيهم كده؟ فيرد عليه ما تقلقش، تقدر تعتبرهم الحراس الشخصيين بتوعي. فيرد عليه يعني الجو امان؟ فيرد سيونج يا عم ما تصغرناش بقى، الا قول لي هو انت اخترت كارت من كروت الفئات اللي طلعت لك؟ فبيقف هان يفتكر كارت ايه، وبعدين يرد افتكرت، انا اخترت كارت الحرامي. فبيحس سيونج بالاحباط ويقول له طيب كان عليه كام نجمه؟ فبرضه بيستغرب هان ويقعد يفتكر نجوم ايه، وبعدها يرد نجوم، افتكرت كان عليه نجمه واحده، وبيقعد يضحك زي العبيط ويكمل هو مش ان اختار اللي عليه نجمه واحده بس دي تعتبر حاجه حلوه مش كده ولا ايه؟
فيرد سيونج هو والهياكل حاسين بالإحباط من كلامه، خليك بقى مصدق الكلام ده. فيرد هان وكأنه شاكك في كلامه، خلاص تمام. فبيبدأوا ينزلوا على السلالم والهياكل قدامهم، وسيونج بيقول له خلينا نروح لمكان آمن الأول، وطول ما احنا ماشيين ورا الهياكل هنبقى في أمان إن شاء الله. ولما بيقول كده بتظهر قدامه فجأة شاشة النظام بنفس الكلام اللي قاله، وهو بيبقى مستغرب منها، فبتظهر له ليه رسالة تانية عشان تعرفه المهارة اللي اتفعلت، واللي بيكون مكتوب فيها إن المهارة دي اسمها مهارة جما إلى جنب، واللي اتفعلت بسبب إنه قدر يجمع 5 أسلحة من نفس النوع وهو خنجر الحرامي، والتأثير بتاعها إنها بتسبب إصابة حرجة، وكمان بتزود نسبة القطع الذهبية اللي بتقع من الوحوش بنسبة 10%. وبيبقى كمان هان مندهش من شاشة النظام وبيسأل سيونج إذا كان شايفها هو كمان، فيرد عليه إنه شايفها، لكن في نفس الوقت بيبقى بيفكر في اسم المهارة، وبيقول لنفسه يعني أنا لو جمعت 5 من نفس العناصر هتديني التعزيز للقوة، ده حلو قوي الكلام ده، يعني كده الواحد كل ما يشتغل على الجمائل المزايا اللي هياخدها تبقى أكتر. بس استنى كده، هو ده معناه إن المهارة دي زي ما بتشتغل على البشر بتشتغل كمان على الهياكل اللي معايا؟ هو استناجي ده مش أكيد، لكن لو طلع صح هتبقى حاجة فوق العظمة، لأن كده هقدر أتحرك لوحدي أنا والهياكل بس من غير أي مساعدة من حد تاني. لا الفئة بتاعت مستحضر الأرواح دي شكلها جامد بصراحة. وبيكملوا طريقهم، وبعدها بيلاقوا قدامهم مجموعة من الجوبلين ومعاهم القائد بتاعهم، واللي بيبقى شكله أكبر وأقوى من وحوش الجوبلين اللي ظهرت قبل كده. فبيتفزع هان ويقول له يا اخويا بص على الكبير بتاعهم ده القائد بتاعهم ده ولا ايه؟ وقبل ما سيونج يدي اي امر للهياكل عشان تهجم على الوحوش، بتظهر شاشة النظام برسالة تم تفعيل تأثير مهارة رائحة الموت من المستوى الأول، انخفضت مهارة عفاريت الجوبلين بنسبة 30%. وشاشة تانية بتعرفه إن المهارة بيتم تفعيلها لما بيكون مستدعي 4 هياكل عظمية أو أكتر. فبيبدأ تأثير المهارة يشتغل على العفاريت، وبيبتسم سيونج من حظه الحلو وبيأمر الهياكل إنها تهجم على العفاريت، وبتنطلق الهياكل والعفاريت ناحية بعض ويبدأوا الهجوم على بعض. لكن بسبب تأثير المهارة على الوحوش بتبقى الغلبة للهياكل بتاعت بطلنا، وهام بيبقى ولا كأنه واقف في الاستاد وعمال يشجع فيهم وفرحان. لكن ده ما بيستمرش كتير، لأن القائد بتاع العفاريت بيتعصب ويرفع ايده ويفعل مهارة اسمها جنون البرية، واللي بدورها بتعزز قوة العفاريت التابعة ليه، فتنقلب المعركة لصالح العفاريت ويكثفوا هجومهم على الهياكل ويسيطروا على المعركة سيطرة تامة. وطبعا وش هان بيقلب ويلف عشان يلحق يجري، ويقول لسيونج يا اخويا نهرب بقى دلوقتي ولا نعمل ايه؟ فيتوتر سيونج ويفكر، وبعدها يقول له استنى بس اما نشوف اللي هيحصل. ويكمل تفكيره مع نفسه انه دلوقتي بما ان الهياكل بتتحرك على حسب اوامره، فلازم يقرب منهم عشان يقدر يتحكم فيهم بشكل اكبر ويفعل المهارات اللي تزود من قوتهم، في الوقت اللي بيكون القائد بتاع العفاريت لسه رافع ايده وبيعزز في قوة التابعين. ولما بيقرب سيونج من واحد من الهياكل بتبدأ عينه تنور بالمنى وقوته تزيد وينط عشان يهجم على القائد بتاعهم، وبيكون العفاريت بيبصوا للهيكل ومستغربين من قوته، وبينجح هجوم الهيكل على القائد، واللي بنشوف ايده اللي كان رافعها عشان يفعل مهارة التعزز على تابعينه اتقطعت ووقعت جنجه على الارض، وبيصرخ القائد من الوجع. واول ما بينزل الهيكل اللي هجم عليه على الارض بيلاقيه مقابله بضربه برجليه بتطيره من قدامه، فبيخبط في واحد من العفاريت التابعين ليه في الوقت اللي بيكون فيه عفريت تاني عمال بيضرب هيكل تاني واقع على الارض بخنجره. لكن اول ما بيقرب الخنجر من دماغه بيتفعل عليه تأثير سيونج وعينه بتشع بمنى اكبر، وبنشوف ان التأثير ده اشتغل على الهياكل الاربعه بتوع بطلنا وقدروا فعلا ينهوا المعركه لصالحهم. وبتظهر 6 اشعارات من النظام كل واحد فيهم مكتوب فيه انه نجح في اصطياد العفريت واخد 10 قطع ذهبيه، وعليهم واحده عشان مهاره جنبا الى جنب المتفعله اللي بتديله 10% زياده على القطع الذهبيه اللي بياخدها من قتل الوحوش. بس ما بيلحقش يتهنى بالكلام ده عشان قائد العفاريت بيتعصب ويبدا يهجم على الهياكل بقوه كبيره بالرمح اللي في ايده، بس الهياكل برضه بتكون اشاوس وبتبدا تهجم عليه، وواحد منهم بينط ويضرب شقلباز بالجنب ويديله ضربه بالخنجر في نص بطنه وينط يقف وراه. ومع هجوم الهيكلين التانيين عليه بيكونوا كافلين انهم يخلوه واقف ماسك بطنه من الضربه وبيتألم، وبعدها يقع ميت على الارض. وبيظهر اشعار لبطلنا انه قدر يكسب 50 قطعه ذهبيه وعليهم 5 زياده مقابل اصطياده للعفريت القائد. وهام بيبدا يتحرك ويخرج من ورا بطلنا وهو مبسوط بيتوجه ناحيه جثه العفريت القائد هو وبطلنا، وبيشاور له على العناصر ويقول له يا اخويا بص كده دي شكلها عناصر وقعت من الوحش. فيرد عليه ايوه دي عناصر فعلا. فبياخدهم سيونج وبيلاقيهم انهم صوار ورمح، وبتظهر ليه شاشه المعلومات بتاعتهم، وبتكون معلومات الرمح انها الاسم رمح عادي، الدرجه عاديه، التصنيف رمح يمكن استخدامه بايد واحده، التاثير لا يوجد. اما معلومات الصوار اسم صوار روح البريه، الدرجه نادره، التصنيف صوار، التاثير زياده سرعه هجوم جنود قابلتك بنسبه 20%، وزياده قوه هجوم الهياكل العظميه بنسبه 10%، وسيتم تفعيل مهاره زياده القوه عند استيفاء الشروط، واللي بتكون مستوفاه اصلا لان الشرط بتاعها انه يكون بطلنا عنده طابعين من العفاريت. وبنشوف الهياكل وهي عماله تتحرك بسرعه كبيره وبتجرب المهاره اللي اتفعلت عليهم،
وبتظهر شاشة عشان تعرف بطلنا على المعلومات المهارة اللي متفعلة على الهياكل بتاعته دلوقتي، ويكون مكتوب فيها اسم المهارة جنون البرية، الدرجة دي، التأثير بتزود قوة 10% والسرعة 20% لمدة 10 دقايق، وفترة التهدئة بتاعتها ساعة. فبيقف سيونج يبص للصور ويقول لنفسه الواحد خد شوية مكاسب حلوة من المعركة دي. والهياكل اللي ضرب الوحش بقوة في بطنه بيبقى واقف بيبص لسيونج، واللي لما بينتبه له بيحط ايده على راسه ويقول له عملتوا شوية شغل حلوين. فبينبسط الهيكل من مدح بطلنا ليه وبيقعد يضحك، لكن طبعا ده ما بيعجبوش، فيقول له لا بلاش الحركة دي ما تعملهاش تاني. وهام بيبقى حاطط صوابعه في ودنه عشان ما يسمعش صوت الضحك بتاع الهيكل. بعدها بيهام بيسأل بطلنا احنا هنروح فين دلوقتي؟ فيرد عليه انا شايف ان احنا لازم نخرج من المكان ده الاول. بعدها بيبداوا يتحركوا وبيوصلوا المكان بيبقى موجود فيه ناس متجمعين، فبيبص سيونج عليهم ويشاور للهياكل على اوضه جنبه ويقول لهم يلا يا رجاله على جوه عشان محدش من الناس يشوفكم ويفكروكم انكم هتهجموا عليهم ولا حاجه ويخافوا منكم. ويكمل هان ايوه يا اخويا انا معاك في الكلام ده، هو معلش يا رجاله انا اسف بس انا اول ما شفتكم اترعبت بصراحه وفكرتكم طبعا الوحوش التانيه، فالاحسن انكم تستخبوا. وبعدها بيقربوا ناحيتهم يلاقوا واحد واقف وماسك درع وبيوجه كلامه لكل اللي موجودين ويقول انا عاوز الكل يهدى، احنا بنتواصل دلوقتي مع الشرطه وكمان احنا كاتحاد طلاب بنحقق في الوضع الحالي. فترد بنته وهي متعصبه وبتشاور على الاثنين اللي واقفين حراس على الباب وبيمنعوا اي حد من الخروج. طيب يعني انت شايف ان الاثنين دول يقدروا يعملوا حاجه في الوضع ده؟ بقول لك افتح الباب يا عم تعب. فيرد عليها وهو بيحرك راسه يمين وشمال في اشاره للنفي احنا بنحاول نعمل اللي علينا عشان نفتحه لكن ما عرفناش، وده كل اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي عشان نحميكم. فترد البنت يا عم ما توجعش دماغي انا عاوز اخرج دلوقتي حتى لو هنكسر الباب. فيرد طيب انا عاوز بس الكل يهدى ويسمع كلامي بعد اذنكم. وبعدها بيقرب منه بطلنا وهو بيبص له وبيعرفنا عليه ان اسمه جين سوك، حته واد ملزق من بتوع اتحاد الطلاب اللي بيسعوا انهم يعملوا نفسهم قيمه في الكليه ويتمنظروا بسلطتهم جوه الاتحاد على البنات في الحرم الجامعي ويضايقوهم ويعاكسهم على طول. اكيد يا اخواتني انتوا فهمتوا الواد ده من اي نوع، خصوصا اللي في كليات هيفهموا معنى كلامي. طبعا كلامي مش على عموم افراد اتحاد الطلاب، كلامي عن النوع اللي زي الشخص ده منهم. وبيكون بطلنا وهان مكملين طريقهم ناحيه الباب وفجأة جين سوك بيزحق لهم هو أنا مش قلت لهم محدش يقرب من الباب؟ الوضع خطير يا جدعان. فيبص له بطلنا من غير ما يرد وسوك بيتنهد وبعدين يكمل كلامه بابتسامة مصنعة ويقول لهم أنا آسف بس الواحد بقى أعصابه تعبانة شوية بسبب الحاجات اللي بتحصل من حوالينا دي ولا مش عارف أعمل إيه أو إيه اللي بيحصل بره دلوقتي، لكن كل اللي بحاول أعمله إنه أحافظ على سلامة الطلاب. فيبص لسيونج ويقول في نفسه وبعدين في الواد الملزق ده انا حاسس ان عاوز اديله بيت قلم على وشه ده. فيقرب سوك منهم ويقول للبطلنا انت شكلك اخترت كارت انت كمان. فيرد ايوه انا عملت كده ويشاور على هان ويقول له هو كمان خد كارت واظن انك تعرف هان. فينحني هان يقدم له الاحترام ويقول له ازيك يا اخويا الكبير جين سوك. فيعمل فيها عبد اهميه ويقول انا فاكر باين اني شفتك في حته في الحرام الجامعي قبل كده بس اكيد مش المحاضرات لان انا ما عنديش وقت كتير احضرها. فيرد سيونج في نفسه امال عامل لي فيها ليك قرايب مهمين وقرفنا وانت اصلا ما بتحضرش محاضرات امال بتيجي الكليه ليه؟ فيكمل سوق كلامه على اي حال اكيد انتوا عارفين ان الوضع اللي احنا فيه خطير وبما ان معاكم اسلحه يبقى لازم تساعدونا في حمايه الطلاب. فيرد سيونج تمام احنا فعلا هنساعد في ده. فيرد سوق طب يقول لي بقى انت ايه الفئه بتاعتك؟ ويبص للرمح اللي في ايد بطلنا ويكمل انت شكلك رماح. ويكمل باستهزاء انت متاكد من حوار انك هتساعدنا ده ولا ايه؟ ويكمل وهو بيخبط على الدرع بتاعه وبيفتخر بنفسه ويقول انا قدرت اصطاد واحد من الوحوش الخضر دي اسمهم عفاريت بس خد بالك حتى لو انت معاك سلاح فالموضوع برضو ما كانش سهل. طبعا ما يعرفش ان بطلنا قتله بتاع 10 غير القائد بتاع العفريت كمان. ويكمل كلامه لكن ما تقلقش عشان انا جامد زحريقه وخدت كارت بالنجمتين من فئه المحارب المدافع فلو في اي حاجه حصلت تبقى تحامن فيا وخليك ورايا. فيرد سيونج وهو متغاظ منه تمام. وهان بيبقى مستخبي ورا بطلنا وحاطط ايده على بقه وفاطس من الضحك على كلامه. فبيجي ميونج اللي كان في المحاضره مع سيونج واخد كارت المحارب وهو بيجري بينادي على سوك ويقول له يا اخويا انا بيتهيألي اني سمعت شويه دوشه عاملها العفاريت وهو على السلالم وشكلهم جايين علينا. فبسرعه بيشاور لهم سوك على كافيتيريا بتاعه الجامعه ويقول لهم يلا بسرعه على هناك ولو سمحتوا خليكم هادين وما تعملوش صوت عالي وتحركوا ببطء واستخبوا جوه. الواد ده عبيط منين بسرعه وبنين ببطء ما تقرفناش معاك بقى. فبيبداوا يدخلوا وهو يكمل وهو بيخبط على الدرع بتاعه انا مش عاوزكم تقلقوا احنا هنحميكم. فهنادي بطلنا على صاحبه وهو بيشاور له ناحيه معينه ويقول له تعالى لهنا انا عاوزك. وبيروحوا بعدها ناحيه الباب الرئيسي. فهان بيبقى مظلوم وهو بيقول له هو انت شايف اللي انا شايفه ده اخويا؟ فيرد عليه ايوه اكيد شايفه. وبيكون ظاهر قدامهم شاشه نظام على البوابه مكتوب فيها ان الباب مقفول بطاقه سحريه وعشان تقدر تفتحه لازم تتغلب على الوحش الزعيم
ولو ما قدرتش تتغلب عليه في خلال الوقت المحدد قوة الوحش هتزيد، وبيبقى فاضل ساعتين و11 دقيقة و19 ثانية، وبيبقى بطلنا متعصب هو ماسك أخرة الباب وعمال يقول لنفسه وحش زعيم ايه اللي نتغلب عليه، لو كمان مش فاضل غير ساعتين و11 دقيقة، ولو ما عملناش كده الباب مش هيفتح. بيقول له هان هو متوتر، يا اخويا هو ده مش شبه الهجوم المتحدد بوقت، لو ما قتلتش الوحش كل اللي موجودين هنا هيموتوا، مش كده ولا ايه؟ يا ولا يا ناصح قوي ما شاء الله عليك. فيرد عليه وهو بيتحرك، انا مش عارف ازاي الوحش هيبقى اقوى، لكن المتاكد منه ان احنا مش هنقدر نخرج من هنا غير لما نقضي على الوحش، وعشان كده احنا ما ينفعش نقعد نحط ايدنا على خدنا ونفكر ان في حد هيجي ينقذنا، ويبان على وشه انه متضايق جدا وقلقان في نفس الوقت، ويقول لنفسه اي واحد هيفقد حذره اللحظه هيكون اول من يموت. فبينادي عليه سوكو ويقول له وهو بيشاور ليه على منسو، مش انت وهو تعرفوا بعض وكمان في نفس السن؟ فيرد منسو وهو بيبعد وشه ومش عاوز يبص بطلنا، نعرف بعض. فيحط سوكي دي على كتف الاثنين وهو بيقربهم لبعض ويقول لهم حلو قوي كلامنا، انا كده ابقى مطمن وانتوا الاثنين تحت قيادتي، خلينا نبقى حذرين ونكون قريبين من بعض، تمام؟ فبيتضايق سيونج ويزعق ويقول له استنى انت بتهزر ولا ايه؟ نقف جنب بعض ايه في اللي احنا فيه ده؟ فبيتعصب سوكو ويبص له بغضب ويقول له ايه انت عندك مشكله مع اللي انا بقوله ده ولا ايه؟ فيبعد عنه سيونج وهو بيقول له هو انت مش شايف الرساله اللي موجوده على الباب ولا ايه؟ فيرد اكيد شايفها، مكتوب اننا ما ينفعش نخرج ولازم نستنى فريق الانقاذ. فيتعصب بطلنا اكتر ويزعق ويقول له فريق انقاذ ايه وبتاع ايه اللي نستناه ده؟ هو انت مفكر ان في حد هيجي اصلا؟ هو انت مفكر ان لو اللي احنا فيه ده بيحصل في البلد كلها تفتكر هيفكروا فينا اصلا؟ فبيبان ان عم سوك مش عاجبه الكلام، ولكن بيقول له هو مش انت خدمت في الجيش؟ فيرد ايوه. فيكمل سوك طيب يعني انت ليه محسسني انك ما تعرفش حاجه عن القوه العسكريه لجيشنا اللي اكيد بقوته الجامده هيتحرك وينقذنا وتبقى كل حاجه تمام؟ فبيقرف سيونج يفكر مع نفسه ويقول كلها اوهام في دماغك، جيش ايه اللي هيقدر ينقذ حد من المصيبه اللي حلت على كل مكان في البلد، وهينقذوا مين ولا مين؟ بس خلينا هدأ لان لو ما عملتش كده كل الموجودين هنا هيبقوا في خطر. وبيتنهد ويسيب سوك ويمشي، واللي بيكون بيزعله ويقول له هو انت رايح فين يا بارد انت؟ وطبعا هان بيبقى في ديله، وسوك يكمل بقول لك ايه انا مش عاوز وجع دماغ، لو انت عاوز تفضل عايش ادخل الكافيتيريا اقعد في جنب بالسكات. واول ما بيخلص كلامه بيلاقي منسو مفزوع وبينادي عليه يا اخويا العفاريت. فيرد عليه وهو مخدود ايه بتقول ايه؟ وبنشوف العفاريت وهي بتتحرك ناحيتهم، وبطلنا وهنا واقفين قدام السلالم اللي بيبقوا نازلين من عليها، والطلاب بيبصوا عليهم من ورا اساس الكافيتيريا ومرغوبين، وسوق بيبقى قلقان ويقول العفاريت المسلحه دي جايه علينا لازم نوقفهم قبل ما يدخلوا الكافيتيريا. ومنسو بيبقى واقف جنبه مرعوب وهيعملها لنفسه، وطالب تاني معاه قوس بيبقى مفزوع وبيشاور على اتجاه معين ويقول له يا اخويا العب بسرعه ده في وحوش تانيه جايه من هناك. واللي بيكونوا الهياكل الاشاوس بتاعه بطلنا اللي بيدخلوا دخول رايق يسبب حرايق. فبيتفزع سوك ويقول برعب وايه دول اللي يطلعوا ايه دول كمان؟ فبيشاور له سيونج عشان يوقفه ويطمنه ويقول له ما تقلقش دول مش عفاريت. ايه ازاي دول مش عفاريت؟ فيحرك بطلنا الرمح بتاعه وهو بيقول له انا عارف ان انت عاوز تعيش في دور القائد واللي بيتحمل المسؤوليه، لكن منظرك ده ما ينفعش، اهدى شويه لان لو واحد مجنون زيك حب يبقى قائد النتيجه الوحيده هتكون موت اللي معاه. فيرد سوكو وهو متعصب هو انت ايه فئتك بالظبط؟ فيبص له بطلنا بنظرات فقامه على الاخر ويقول له حاجه لو عرفتوها، وبيفعل مهاره رائحه الموت اللي زي ما احنا عارفين بتقلل من قوه العفاريت ب 30%، فبتستعد الهياكل عشان تهجم على العفاريت اللي بيكونوا مرعوبين من قوه الهياكل بتاع بطلنا، وبتبدا هاله كبيره تنتشر في المكان، والعفاريت من خوفهم من الهاله دي بتبدا يتراجعوا، والهاله دي بتكون خارجه من بطلنا اللي بيقول لنفسه بكل حماس يلا بينا نبدا الصيد. وبكده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد، وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات. أشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.